باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. وحشتوني. نبتدي بشويه اسئله. سلام يا ابي، هو الصح ان انا ادفع العشور ولا البكور في الموقف الاتي؟ بجرب اشتغل في مكان جديد وادفع البكور، ممكن بعد شهر اسيب الشغل واسيب المكان. دفعت البكور كل مرة في كل مكان وما خدتش فلوس تاني، فما فيش عشور بعد كده، والدنيا غالية وبشتغل الشغل الإضافي علشان أزود دخلي. دفعت البكور على الشغل الحكومي والشغل الإضافي بعده داخلة شغل إضافي حاليا. هل أدفع البكور ولا العشور؟ مش مضمون. أعمل إيه؟ عايز أقول لكم حاجة يا حبايبي. لما يكون الشغل شغل مؤقت، يعني طالب بيشتغل شهر واحد في السنة أو شهرين، بنقول له ادفع العشور، مش هتدفع البكور. لو دفع البكور دي حاجة خاصة بينه وبين ربنا، لكن انت ملتزم في الشغل المؤقت اللي مش ثابت. يعني في الحالة اللي هي بتقولها، اشتغلت شهر وثابت، شهر وثابت، شهر وثابت. البكور بيدفع على الشغل الثابت والدخل الثابت، والزيادات اللي على المرتب في شكل علاوات بتروح كلها كبكور. في الحالة بتاعتك لو انت جالك شغل جديد، هنكتفي بالبكور اللي دفعتيه قبل كده. بمعنى ايه؟ انت مثلا دفعتي في البكور في الشغلانة اللي فاتت مثلا 2000 جنيه وبعدين ما كملتيش، جيتي شغلانة جديدة، هتدفعي من اول شهر وتاني وشهر وتالت شهر العشور. لو سبتي في الشغلانة وكملتي، هقولك تعملي ايه. لو الشغل الجديد اقل من 2000 جنيه ما تدفعيش بكور. لو الشغل الجديد اكتر من 2000 جنيه بعد شهر او 2 و3 لما تثبتي ادفعي بكور فرق اخر شغل او اخر بكور دفعتيه عن البكور الجديد. شكلكم محدش فهم حاجه، ما فهمتوش صح؟ هي دلوقتي دفعت كذا بكور وما خبطتش، فاحنا دلوقتي بنقول هتدفع ايه؟ دلوقتي ادفع العشور بس. في الشغلانه الجايه دي سهله، هتدفع العشور بس. طيب الشغله اتثبتت، انا عاوز ادفع البكور بقى، لان الوصيه بتقول لازم ندفع البكور. ايوه هتدفع البكور، بس هدفعهولك ازاي؟ شوفي اخر شغلانه دفعتي بكور فيها كانت كام. فاخر شغلانه اشتغلتيها ودفعت البكور وما قبضتيش بعديها كانوا 2000 جنيه. لو انت الشغلانه الجديده اللي فيها بعد ما استقريتي شهر واثنين وثلاثه ب 2500 جنيه، يبقى تدفعي 500 جنيه بس، اللي هو فرق. طب كانت الشغلانه الجديده اقل من 2000 اللي انت دفعتهم بكور في الشغلانه اللي قبل كده، ما تدفعيش حاجه. ربنا يحلك يا بنتي. بس دايما في الشغلانات التمبرري او اللي هي مؤقته ما بندفعش البكور، لان ممكن جدا طالب يشتغل شهر مش كده في السنه ومحتاج الشهر ده عشان اهله ما قدروش يدوا له مصروف، فبنكتفي بالعشور في الحاله دي. لكن لو شغل ثابت هندفع البكور. السؤال اللي بعده، أنا شاب وبحب واحدة محترمة جدا جدا جدا، بس للأسف هي متجوزة ومعاها أطفال، وليا 5 سنين بحبها ومش عارف أبعد عنها أو أستغني عنها، وكل يوم بنتكلم في التليفون بس بكل أدب واحترام، وهي إنسانة بتحبني وبتخاف عليا وجميلة ومؤدبة، وأنا بشوف إن كل حاجة حلوة فيها، وكل اللي بينا علاقة كلها خير ومحبة وبكل أدب واحترام، وعايشين أنا وهي ندعي إن ربنا يوضع حل للموضوع ده ونتجوز. هل البطنة دي فيها حاجة غلط يا قدس أبونا؟ أرجو منك الرد. هو فيها حاجة صح؟ يعني انت بتسألني هي فيها حاجة غلط؟ انا بقول لك هي فيها حاجة صح. ازاي يا ابني؟ ازاي؟ دي الآية واضحة قوي. لا تشتهد امرأة قريبك. تتصور انت متجوز واحدة وهي بتكلم كل يوم واحد بمنتهى الاحترام والحب كل يوم، وكل اللي بينهم خير.
الآية بتقول لا تشتهي امرأة قريبك، وقريبك دي يعني أخوك في البشرية. في مثل السمير الصالح القريب معناه أي إنسان. وبالتالي اللي انت بتعمله ده غلط، اللي انت بتعمله ده كسر السر زيجة. 2 وحدهم الله وجاب منهم أولاد وفي عشرة، وانت تقول العلاقة اللي بيني وبين مراته محترمة. إذا كنت انت بتشير ان مفيش خطية بينكم وبين بعض كخطية نجاسة ممكن، لكن اللي انت فيه ده ايه؟ ده خطية شديدة جدا جدا جدا. وبعدين احنا بندعي ان ربنا يحلها من عنده. يعني ربنا ياخد جوزها؟ يعني انت ما انت فاهمني المنطق. يعني ايه المنطق اللي ممكن ربنا يحل بيه المشكله عشان تتجوزه؟ ان جوزها يموت. يعني انت بتتمنى موت انسان. انت متخيل الشر اللي انت فيه، اللي محطوط تحت ستاره قطيفه اسمه المحبه والاحترام. ايه ده؟ لا يا ابني، لا يا ابني، الخطيه خطيه، واللي احنا فيه ده شرخ لسر زيجه. ده كون ان هي تفكر فيك كحبيب وانت تفكر فيها كحبيبه، ده نوع من انواع الزنا امام الله. ما اقصدش الزنا النجاسه والممارسه بتاعت الخطيه، لكن ده نوع من انواع الزنا، لان ربنا وحد 2 ما يدخلش بينهم واحد. دي لما واحده بتبقى بتشتغل وبتحب جوزها وكل حاجه، وجالها حرب بس ان في زميل ليها في الشغل كده قال لها كلمتين لطاف وقبلتهم، بتيجي بتبكي بالدموع، وانت تقول في ايه غلط؟ لا، فوق، توب. العلاقه دي تنتهي فورا. مفيش حاجه اسمها كل اللي بينا احترام ومحبه. انت بتحب واحده مش بتاعتك وتشتهي علاقه مش بتاعتك. لا يا ابني، ارجوك يا حبيبي قدم توبه والعلاقه دي تنتهي وترجع لأب اعترافك فورا. سلام ونعمة يا ابونا، بطلب مساعدة منك. عندي ولد عنده مشكلة كبيرة، هو مثلي الجنس وعنده علاقة مع شاب. انصحني ماذا أفعل؟ وأنا راجل أحب كنيستي وأطلب الدعاء للجميع ليا والأولادي، وأنا قررت أقطعه. ما هو الحل؟ انصحني. هل لديكم علاج لمثل هذه الحالة؟ أرجو منكم الصلاة. أنا حاسس إن أنا ضايع وجاية في ابني، وشكرا. طبعا لما أب يعرف كده عن ابنه الجسدي بتبقى مشكلة كبيرة. ربنا يعينك ويقويك. بس سامح لي، عايز أقول لك حاجة. لما يكون عندنا مشكلة نحاول نحلها، والمقاطعة مش هتحل. هو محتاج حد يبتدي يغير فكره ويغير اتجاهه، ويكلموا عن التوبة، ويكلموا عن ربنا، ويكلموا عن وصية ربنا. أنا عاوزك تصلي له بدموع ليل ونهار، وعاوزك كمان. طب هأجل دي لأن أنا مش عارف أنت ساكن في أي منطقة. ابعت لي الميل تاني لو سمحت وفي نمرة تليفونك، وأنا هطلع الميل ده وهرد عليك بميل أطلب فيه رقم تليفونك، لأن يمكن أحتاج أتكلم معاك فمن لفم. مش هينفع الاجتماع نتكلم فيه أكتر من كده، بس أنا قريت السؤال عشان أطمنك إنه وصل لي، وأطمنك إن أنا بنعمة ربنا هتواصل معاك. يا تبعت لي ميل في التليفون، يا إما أنا هبعت لك ميل على الميل بتاعك ونتواصل ونشوف ربنا يرشدنا لإيه. يا ابني، أخويا عنده 20 سنة وهو كان شماس شاطر وملتزم، بس دلوقتي اتغير خالص ومبقاش عايز يتكلم مع حد ولا حتى مع ماما وبابا، وبيعملهم بس هي مكتوبة كده يعني، وبيعملهم بطريقة مش كويسة. أنا اتكلمت معاه كذا مرة بس برضه مش بيتغير، وبصلي له كتير لحد ما ربنا يستجيب. في حاجة تاني ممكن نعملها؟ بص يا حبيبي، الصبر شوية، لعلها فترة مراهقة متأخرة. يعني وقت المراهقة بتقعد مع بعض الشباب لل22 كده، بتبقى تصرفاتها مش تصرفات نضج، فممكن تكون ثورة امتداد مراهقة. الحاجة التانية، لازم يكون في حد يكلمه، ويا ريت شماس أو خادم
من الخورس اللي كان بيخدم معاه قبل كده وواحد هو بيحبه، علشان في الحالات دي محدش يقدر يكلم حد بعشم ودالة ويكلمه على ايه اللي بيعمله وايه هي حياته غير خادم يكون هو بيحبه. وعايز اقول لكم حاجة بنعملها في الخدمة. اوقات بيبقى عندي شاب في جامعة وانا مثلا مسؤول عن قطاع جامعة وخريجين في الكنيسة، فيجي يقولوا لي الشاب ده عنده مشكلة مع أسرته، أنا بقول مثلا، فأنا مش بسأل مين الخادم اللي بيخدمه دلوقتي، ما هو عندي في الكشف ما أنا عارف الخادم اللي بيخدمه. أنا بقول أكتر خادم أثر فيه في حياته الروحية، هل خادم الطفولة ولا خادم مرحلة الصبية اللي هي 10 و11 ولا خادم المراهقة ولا خادم ثانوي، وممكن بالصدفة يكون الخادم اللي عندنا. لكن أهم حاجة مش هيقدر يقتحم النفس ويفتح معاها حوار إلا الخادم اللي حبه مش الخادم الحالي. فلو أنت قدرت توصل للخادم اللي حبه أو الشماس الكبير اللي سلمه، ممكن جدا يبقى في تدخل أفضل من تدخلك أنت. سلام يا ابونا، متجوزة من 1.5 سنة الحمد لله، ربنا كرمني بتوأم بنات، جوزي مش مخلي بيتي محتاج حاجة أو بناتي، بس بالمقابل يعني هو كريم ولكنه يضرب إهانة شتايم بألفاظ صعبة ليا والأهلي. غضبت 3 مرات بسبب ضربه وإهاناته ومفيش فايدة. الآباء الكهنة اتدخلوا وبرضه بيرجع للضرب والإهانة. بيعايرني بكل حاجة بيعملها ليا، أنا جبت لك، أنا جبت لعيالك، أنا يا ابونا مفيش في إيدي حاجة أعملها، أنا سبت شغلي بسبب حملي في توأم، وأهلي ظروفهم ما تسمحش إن أفضل عندهم سواء مكان أو إمكانيات. يعني يا ريت حل يا ابونا. بص يا بنتي، تحت أي قانون الضرب إهانة، ده في عمل ده يا ريته يسمع الكلام ده. ده اللي بيضرب حيوان في الخارج بيرفعوا عليه قضية. يعني لو جابوا واحد بيضرب كلب في شارع أو قطة في شارع بيترفع عليه قضية ويدفع غرامة للبلدية. إزاي أنت تعمل في الحيوان كده؟ مش عاجبك الحيوان رجعه لنا إحنا نحطه في ملجأ للتبني، لكن أنت تضرب حيوان. فالضرب ده أسلوب لا آدمي. قد يا بنتي يكون عنده مشكلة غضب. يعني إيه؟ عارفين الغضب مراحل، أخضر أصفر برتقاني أحمر. في ناس عندهم مرض الغضب يطلع من الأخضر للأحمر في ثانية، يعني ده ما بيتلحقش يعني في ثانية كده تلاقيه زي القنبلة اللي انفجرت. انت بتقولي لي انك انت ما عندكيش حل، وبصراحة الكنيسة القبطية في عمومها احنا ما عندناش غير اماكن محدودة قوي لبعض الحالات، لكن مش هتقدر تستوعب كل الاعداد دي. خلينا واقعيين، ومش امكانياتنا ان احنا نبني ملاجئ للزوجات اللي جوزها بيضربها او حاجة زي كده. ممكن كنيسة تاخدها 3-4 أيام يكون عندها بيت في بوتلات ولا عندها بيت هنا ولا هنا، لكن مش هو ده حل المشكلة. أنا متهيألي بعد ما الآباء كلموه باللين لازم الآباء يرفعوا اللهجة للهجة التحذير والحرمان من التناول لو مديت ايدك على مرادك تاني، لأن هو ده سلطان الكنيسة. احنا ما قلناش سلطان مدني، ما نقدرش نحاكم ولا نحاسب، لكن نقدر نحذر وننذر. دي أقصى حاجة عند الكنيسة. سلطان الحل والربط ان انا احرمك من الكنيسة، لكن عندي ايه تاني؟ ما اقدرش اعمل اكتر من كده. الحاجة التانية، ودي نصيحة ليكي انت يا بنتي، من العشرة اللي فاتت انا مش عايز اجي عليكي، انا قلت من الاول الضرب غلط، واذا كنا نشفق على الحيوان وربنا بيقول لا تكن ثورا دارسا، ازاي ما نشفقش على الانسان اللي بتضرب؟ لكن هديكي نصيحة،
ابعدي عن المناطق التي تستفزه. يعني خليكي حكيمة. يعني أنا دلوقتي مع واحد مجنون. مش هو أنا بكلم. أنا دلوقتي قاعد في زنزانة مع واحد مجنون، وبعدين راح قال لي شاف الشمس، فقلت له الحقيقة دي مش الشمس، ده القمر. راح قام اداني علقة. تاني يوم شاور على القمر، قال لي شاف الشمس، قلت له ده القمر، اداني علقة. تالت مرة لما هيقول لي الشمس هقول له اللي انت شايفه. يعني ايه؟ لازم اشغل الحكمة في التعامل مع الظروف الصعبة، وخاصة احنا ما عندناش اوبشنز قدامنا كتيرة. حاولي بقدر الامكان تبعدي، وقولي كلام طيب على قد ما تقدري. مش معنى كده ان انا قابل فكرة الضرب ولا القهر، انا امين في كلامي، بس عشان انا خايف عليه. لو انت بنتي بالجسد هقولك حيلي يا بنتي، حيلي يا بنتي. يعني عملت له شاي، قال لك الشاي ده بارد، قول اسخنه لك تاني. ما تقولش ما هو سخن اهو، هياخد يضربك في وشه. اتعلمني بقى ان احنا اوقات لازم نتعايش مع الموقف في حدود الامكانيات اللي موجوده والحلول المتاحه. انا بريء واتسجنت، ما عنديش حل غير انا اتعايش مع السجن اللي انا فيه. برضه انا مش موافق ومش جاي عليكي امام الله وموجوع ليكي، لان انا بتخيل بنتي بيحصل فيها كده ومش هقبله. لكن انا بقول لك لو مفيش بدائل متاحه ارجوكي حيليه شويه وابعدي عن مواضع الغضب، واوعي تعاتبيه وهو متنرفز، وفهمي بقى شخصيته وحاولي تتعاملي معاه. اتعاملي بالحكمه والصلاه لغايه لما ربنا يحلها. بس ممكن جدا الاباء الكهنه يكون عليهم دور تحذيري اكتر، لان في ناس لازم يتقال لهم اللي انتوا بتعملوه ده غلط، ما ينفعش كده. ودايما انا بقول لكم المقوله اللي كان بيقولها البابا شنوده، اوقات بنقول للمظلوم استحمل، ومحدش فينا بيجرؤ يقول للظالم بطل ظلم، وده امام ضمير الكنيسه غلط. ممكن يكون الكاهن بحكمه مش عاوز الدنيا تسوء اكتر، لان برضو الكاهن يعني ايه، ممكن يقول له اللي انت بتعمله ده غلط وانا بحذرك، يعجنها فتقول لابونا هو السبب، فبرضو خلي بالكم. لكن انا بتكلم في القعده اللي بينه وبين ابونا، يقول له يا ابني خاف الله، خاف الله. سلام يا أبي، كنت عايز أقول لقدسك عن حاجة مضايقاني، إن موضوع إن البنت بقت تشترك مع الولد في مصاريف البيت أنا مش موافقة عليه. ده طمع أغلب الولاد في البنت، وبحس إن مسؤوليات البنت أصبحت أكتر من مسؤوليات الراجل، وكأني بشوف إن الجواز قلته أحسن. أنت حرة، أنت حرة، جواز قلته أحسن، اقعدي خدي مرتبك وعيش. حد قالك اتجوزي غصب عنك؟ يعني انا بس الاول مش هفوت الجزئيه دي. بتقول لي انا شايفه عندنا متجوز، اوكي ده محبب علينا يا بنتي، يعني ما فيش مشاكل زوجيه وما فيش خناقات بعد كده. ده يا سلام لو خدتوا القرار العاقل ده يا بنات. انا بضحك معاكم بص عشان انتوا وحشني شويه. بص تقولي الجواز قلته احسن، انت حر، لان على الاقل البنت كانت بتكفي نفسها لما تشتغل وهي لوحدها، انما معاه بقت ام وزوجه وموظفه. وفي المقابل هو دوره في كل ده ايه غير انه عامل زي الطفل المدلل اللي زود على البنت اعباء عليها هي. انا شايفه ان المفروض، اسمعوا يا اولاد المفروض جاي اهو. أنا شايفة إن المفروض الولد يلتزم بإنه يكفي بيته كله. عارفة إن الظروف صعبة، بس يجي دور البنت إنها تحاول تدبر البيت على قد مستواه المادي، إنها ما تتبهدلش في الشغل، يعني مش عايزة تشتغل وهي وراها بيت وأطفال. أسفل الإطالة، بس حابة أسمع رأي قدسك، لان ما انت قفلتيها. رايي ايه؟ ده انت قايله السؤال والاجابه. يعني انا اقول ايه؟
يعني انتوا واخدين بالكم مش سايبه لي الحل. انا شايفه يحصل كده، عاجبه مش عاجبه، انتوا واخدين بالكم. عايز اسمع راي اسك. الموضوع بجد مضايقني، ان الولد داخل كانه عينه على مرتب البنت ومش فاهمه ايه تاني بيعمله في الحياه. يعني بصوا يا جماعه، الحكايه دي ملهاش قاعده. يعني في ناس مبسوطه قوي مش فارق معاها الموضوع ده، لكن تعالوا نتكلم على الاسر المتوسطه اللي هو بيقبض له 6 7 والكهرباء ب1000 والميه ب300 والموبايل مش عارف ب200 ليه و200 ليها، وبعدين شويه مصاريف اساسيه. الحياه بقت صعبه جدا جدا. واساس الجواز هو التكاتف والتلاحم، لان بقينا جسد واحد. انت بتقولي اوكي، انا دور الست انها تدبق نفسها باللي يديهولها. طب انا عندي ست ما بتشتغلش وجوزها دخله 9000 جنيه وكل يوم بتصوت بتقول لي قول له شوف له حاجه، وعلى فكره بيشتغل 13 ساعه في اليوم عشان يجيب 9000 جنيه. يعمل ايه؟ اشتغلي انت، اشتغلي. في منظر شفته زمان قوي عند المعادي كده، عند كورنيش المعادي، راجل على قارب والست على المقداف وبيرمي الشبك في النيل مرة واثنين وثلاثة، وكل 10 مرات تطلع الشبكة فاضية. كنت أنا واخد خلوة كده، تطلع سمكاية بلطي. على فكرة حد فيكم جرب التأديف اللي هو بالبتاع الخشب ده، العرق الخشب الكبير، مش المقداف البلاستيك بتاع الأطفال ده اللي في الساحل الشمالي؟ مش ده، لا. حد جربه؟ أنا جربته مرة واحدة وقعدت أسبوع نايم، عضلي مشدود بسببه. تقيل قوي. الست بتجاهد 4 ساعات وهو بيرمي الشبكة 4 ساعات. ما قالتلوش انت الراجل وانا الست. ما دام اتجوزنا مسؤولية البيت مسؤوليتنا، وما دام دخلنا قليل، لما يكون دخله 7 8 وانت داخله 13 5 كمان، بقيتوا 13 يا دوبك في الزمن الصعب. لكن تقول لا، مرتبي لوحدي انا هربي ولادي. طب ولو ادالك 7000 جنيه وقال لك انا هاخد 500 جنيه بس في جيبي مواصلات، حتى الميه هشربها بالحنفيه، مش هشتري ازازه ميه، هتدبري البيت ازاي؟ خليكي واقعيه. بالنسبه للطبقه المتوسطه والفوق متوسطه مش هينفع النهارده في ظل الغلا ان واحد بس يفتح البيت. وبنحط مرتبنا على بعض يا بنتي، وهو بيطلع مصروف ويدي مصروف اكتر شويه عشان البنات عندهم شعر وعندهم ضوافر وعندهم حاجات كتيره كده، مش للرجاله يعني. هيزود مصروفها شويه عن مصروفه، لكن في الاخر خالص مش هينفع. اذا كنت انت شايفه عدم الجواز اريح، اوعي تتجوزي. لكن لو هتتجوزي هتبقي مسؤوله امام الله ان ما ينفعش انك تتفرجي على واحد وتقولي الفلوس مش مكفيه. ما تتحرك، خلي عندك طموح اللي غيرك. طب وانت متخلي عندك طموح وتتحركي؟ لا يا بنتي. سلام يا ابونا، انا شاب كنت عايز اسال قدسك عن التعليم في الكنيسه والخدمه. انا دلوقتي بحب ادرس كتير واقرا كتب الاباء اللاهوتيه واسمع محاضرات عنها وعن اللاهوت المقارن، كتب طقس تاريخ كنيسه، وحاسس ان ممكن اقدر اقدم حاجه لو درست اكتر ومسكت خدمه تعليم. انا عموما لا اصلح ان اكون معلم وليس لي خبره في طرق العرض، ولكن اشعر فقط اني ليس لي مواهب او اي شيء بحب اعمله غير اني ادرس في كتب الكنيسه والخص هكذا. سؤالي ممكن اعمل ايه يعني؟ هل ممكن فيما بعد ادرس في الاكليريكيه وبعد كده لما اتخرج ممكن اعمل ايه بالضبط؟ يعني الخريج بيكتفي بانه يدرس ويتعلم ام الكنيسه بتستفاد منه انه يخدم ويعلم؟ ارجو من قدسك انك ترشدني. هل افكر في الموضوع ده واشعر بالفرح؟ اولا انا عاجبني جدا انك انت غاوي قرايه، وغاوي قرايه في الكنسيات واقوال الاباء والعقائد والطقوس. ده في حد ذاتها حاجه حلوه، انك انت مش انسان سطحي مقضيها على الفيسبوك والواتساب، لا انت
قاعد بتقرا وبتدرس وبتنمو. دي حته عجباني قوي، ايجابيه وبرافو عليك. نمرة 2، ادرس الإكليريكية. ما دام انت عندك ميل للدراسة ادرس الإكليريكية ومعهد الدراسات اللاهوتية واي دراسات تدرسها، ادرس الإكليريكية. حتى لو الإكليريكية ما زودتش لك جديد، يكفي انها بتنظم المعلومات جوه دماغك بطريقة يبقى عندك سهولة استرجاع المعلومة. واخدين بالكم؟ فدي نمرة 1. نمرة 2، ربنا يستخدمك ازاي معرفش، بس انت خلص الدراسة وبعدين هسيب نفسك في ايد ربنا. ممكن جدا ربنا يشاور عليك انك انت تدرس حاجة، يمكن تطلع يا اخي بامتياز وياخدوك معيد، يمكن. او يمكن بعد كده لو انت ما عندكش موهبة التعليم او القاء الكلمة تعمل حاجة تانية. اقول لك تعمل ايه؟ انك انت الكتب الكبيرة تطلعها لشباب ثانوي مبسطة مختصرة في نبذات، وتلاقي أب كاهن يتعهدك في الفلوس بتاعت الطباعة. لأن لو أنت بتعرف تلخص الحاجات الكبيرة بصورة بسيطة أنت مكسب للكنيسة. بس الأول خلص الإكليريكية، وبعد ما تخلص الإكليريكية هتكون في إيد ربنا يستخدمك. وفكرة الملخصات دي لو ابتديتها من دلوقتي لحاجات أنت درستها كويس وأب كاهن رجعها لك، أنت ممكن تبقى حاجة حلوة قوي. كانت تبقى في نبذات كده قد كف الايد، تبقى 16 صفحة، بتاخد 5 دقايق في القراية بس تحمل معلومة كنسية كاملة. ده اقتراح مني يا ابني، وزي ما ربنا يرشدك. مساء الخير يا قدس ابونا. قبل ما اقرا السؤال، انا اسف يا ابني وهتعرفوا انا اسف ليه. مساء الخير يا قدس ابونا، يا ريت قدسك تجاوب السؤال ده قبل صوم نينوى. عرفت انا اسف ليه؟ بتقلي صوم نينوى عدى، مش كده؟ ولا هو قصده اللي جاي؟ او ممكن هو عامل حسابه الاسئله بتتاخر فبعت للسنه الجديده. انا اخطيت يا ابني. انا ولد وحيد في رابعه جامعه، وام دايما بتحصل بينهم مشاكل كتير جدا جدا، على الاقل خناقه كل اسبوع. انا ما كانش اكتر، اذا ما كانش اكتر من كده. المشاكل دي بتاثر على نفسيتي وبتخلي في شعور جوايا بالضيق، خصوصا ان ممكن تحصل بينهم مشكله وانا ممكن يكون عندي امتحانات ومذاكره. قدسك ترشدني اعمل ايه؟ اولا الحمد لله انك ابتديت تشتكي وانت في رابعه. يعني انت دلوقتي عبل ما السؤال ده وصل انت بتمتحن دلوقتي، المفروض بتوع جامعه بيمتحنوا دلوقتي، مش كده؟ فمشكله المذاكره ما خلصتش، او خلصت اقصد، خلاص ما بقاش عندك حاجه. يعني انت مش لسه في اولى جامعه، ده انت في رابعه، فهو كان الترم الاخير. فانا بجاوب الاجابه بعد ما خلاص انت ذاكرت وبتمتحن وربنا ينجحك. الجزء الثاني اللي عاوز اقوله لك في الاجابه دي ايه؟ اول حاجه ممكن تكلمهم هم، قلت لهم بصراحه انا متضايق، وبصراحه انا تعبان، انا بعاني من خناقكم، بس مش وهم متخانقين وهم هادين. 2، انك انت تعتزل. عارف يعني ايه تعتزل؟ يعني بقدر الامكان اخلق ليك عالم موازي جوه البيت. يعني في اوضتي قافل على نفسي، بسمع حاجه، بحفظ لحن، بحفظ ترانيم، بسمع تفسير للكتاب المقدس، او لو انت عندك هوايه شغلاك ممكن تعملها، فده اسمه العالم الموازي. نمرة 3، قلل قعادك في البيت، ويا ريتك تقدر تنزل وتخدم اي خدمه في كنيسه. حتى لو ما كنتش واخد اعداد خدام، ممكن في خدمات ما بتحتاجش معلومات كتيره قوي قوي، فمن فضلك حاول انك انت تلتزم بالموضوع ده، انك انت تلاقي خدمه تضيع وقتك. وبعدين طور نفسك، خد كورسات انجليزي هتحتاجها، ده انت في اخر سنه يا حبيبي، والنهارده الانجليزي بقى يعني زي الميه، بيطلبوه في الشغل قبل ما يقولوا اسمك ايه يقولك بتعرف انجليزي ولا لا. فارجوك يا حبيبي طور نفسك واستفيد. سلام يا ابونا، احنا اسره عايشين في كندا، اب وام و3 اولاد، ومؤخرا بنت عمه مراتي كلمتها عشان ترتب انها تيجي تولد في عندنا علشان المولود ياخد الجنسيه الكنديه. الحقيقه انا متضايق قوي، لان احنا هيبقى صعب علينا نستضيف حد. الحقيقه احنا
5 وهي كمان معاها طفلة 3 سنين غير المولود اللي هيجي، وهتقعد في البيت عندنا مش أقل من 4 أو 5 شهور للأسباب اللي كل الناس عارفاها. ده غير إنها حتى لو قعدت في بيت جنبنا هنكون مسؤولين عن كل مشاورها وكل خروجها وكل دخولها. وأنا حاسس إن ده فوق احتمالي، ومراتي مش مبسوطة بس مش قادرة تقول حاجة علشان قرايبها ما يزعلوش. مفيش أي مشكلة من ناحية المصاريف لأن إحنا الحمد لله مرتاحين ماديا، لكن أنا بتكلم على الحال في البيت لمدة 5 أشهر على الأقل. أنا متضايق قوي وضميري وجعني إني متضايق، لأن ده يكشف عدم محبة من ناحيتي، بس بريح ضميري وأقول إن ده أعلى من قامتي واحتمالي. إيه رأي قدسك؟ صلي من أجل. الآية بتقول المعطي المسرور يحبه الرب. لو مش هتعطي بسرور تبقى دي مش قامتك. ونكون واضحين من الأول. المفروض إن هم أول ما طلبوا نصن شوية فيحسوا إن إحنا ما بنقولش أهلا أهلا ده بيتكو، نسكت شوية. في المواقف دي تتصرفوا إزاي؟ فاللي قصادك هيتلجلج هيقول لك ولا في مشكلة؟ نقول له لا إحنا ممكن لمدة شهر الحقيقة، بس بعد كده ممكن تأجروا مكان لأن عندنا برضو حكاية نكون واضحين. طول ظروفك ايه قيمة انك انت تستضيفهم وتكون انت مش في القامة دي زي ما انت بتقول، وتكون النتيجة انك انت ومراتك تشدوا وتتضايقوا وتتخانقوا، ومع اقل تصرف هتعملوه غلط لو استضفتوهم 5 أشهر وجيتوا في اخر يوم بوستوا في وشهم مسحتوا 5 أشهر. المصريين كده. والحقيقة أنا بتعجب من اللي يفرض نفسه على حد. يعني ممكن جدا في ناس مرحبين قوي قوي ويقولوا عندنا بدروم، يعني ممكن البيت يكون فيه بدروم، هنديكوا البدروم، والبدروم ده مش حاجة وحشة هناك، ده عبارة عن أوضتين حلوين بمطبخ بحمام. فممكن لو انت عندك بدروم في بيت انت بتدفع المورجج بتاعه ممكن جدا تستقبلهم في البدروم، ونقول لهم يعني حددوا مشاويركم 2 مرات في الاسبوع نقدر نعملها معاكم والى اخره، ويبقى في تعب شويه بس احسن ما يكونوا مقيمين في نفس البيت. لكن انا بقول لو دي مش قامتي انا هعتذر بادب. ده مش معناه عدم محبه، معناه ان انا ممكن اخسر سلامي الداخلي واتخانق مع مراتي وفي الاخر خالص يلومونا ويقولوا علينا ان احنا ما استقبلناهمش كويس. فالحكمه ممكن تكون تقتضي كده. يا ابونا انا مش بعرف اعترف، وكل ما اعترف اجي قصاد ابونا واتلخم وانسى، ولو كتبت ابونا بيقول لي اقري اللي كتبتيه فاتلخم، وما اعرفش اقول غير ان في حاجات بتكسف اقولها اصلا ونفسي اعترف. فممكن تقبل اعترافي وتديني الحل علشان خطايا قديمه انا ما اعترفتش بيها ونفسي اعترف بيها. الحقيقه كاتبه كل الخطايا فانا مش هقراها، بس انا بقرا الجزء ده عشان اثبت لها ان انا قريت السؤال. بص يا بنتي، الله يحلك بس مش هو ده الحل. الحل انك تكتبي خطاياكي على الكمبيوتر وتطبعيها في ورقه. ما هو يمكن ابونا مش عاوز يقرا عشان خطك، اكتبيها زي ما انت كاتباها دلوقتي كده تكست، اكتبيها تكست وقولي له ابونا انا اعاني من مشكله الخجل في ان انا افصح عن نفسي، فلو سمحت انا هبعت لك الخطايا او ادي لك الخطايا في ايدك اقراها، ولو في تدريب عاوز تدهوني او ارشاد تدهوني واقرا لي الحل. وما تكتبيش حاجه كبيره. طب ما انت كاتبه كل الخطايا دي في 6-7 أسطر، يعني ممكن يكون الاعتراف بتاعك مش اكتر من نص صفحه، فبالتالي الله يحلك المره دي وتناولي، عشان مش ممكن حد يكون طالب الحل وهقول له لا طالما ان انا حاسس بصدق التوبه بتاعتك. بس ده حل بس مش حل. الحل محتاج ان احنا نلاقي طريقه للاعتراف. سلام يا ابونا، اتمنى انك ترد عليا. انا متقدم لي حد كويس خالص، احنا نعرف بعض من حوالي 5 سنين، هو عاوز يسافر يشتغل بره والموضوع ده هيكون مستمر على طول. هو صريح معايا بس انا رافضه الفكره دي تمام، علشان ما عنديش استعداد اعيش وحدي، ولا عندي استعداد ان عيالي يشوفوا ابوهم
زيه زي اي حد غريب بيجي كل سنه سنتين. هو قال لي براحتك، وانا محتاره جدا علشان هو حد كويس واحنا متفاهمين جدا مع بعض، وهو بيحبني جدا، بس انا مش قادره اتقبل الفكره دي انه هيسافر، وفي نفس الوقت مش قادره اقول له لا مش هكمل، ومحتاره جدا. ممكن ارشاد قدسك؟ اسفه علشان طولت عليكي. معاكي حق بنسبه 100%. في حاجه اسمها الفاميلي سبليتنج، يعني الاسره المقسومه. الاب بيبقى في مكان والولاد في مكان. ربنا في تدبيره خلق الاب والام عشان الام لوحديها مش كافيه للتربيه، وخاصه من بدايه المراهقه ما بتملاش عين الولد، بيبقى محتاج اب يمثل الجفرنر او الحاكم او الحكومه. التكوين النفسي بتاع الشباب كده، اول واحده يعمل عليها راجل امه، اول ما يبقى في ثالثه اعدادي وثالثه اعدادي ويشخط في امه بقى انا كويس ويزعق فيها كده، فتره بواخه. بس الام محتاجه اب، والاب اللي بيبقى متغرب ملوش سلطان على اولاده، ولما يجي بعد 15 سنه يقول لهم يا اولاد انا جيت بقى واقعد معاكم، يلا بقى انا نخرج ونحب في بعض. انت مين انت يا عم؟ انت مين انت جاي تخنقنا ليه؟ انت جاي تقول لنا قوانين بعد 15 16 سنه غياب؟ احنا ما نعرفكش. انت اقصى حاجه تسيب الفلوس وتمشي، ويا ريت لك يكون عندك سفريه بره. ليه؟ هم اتربوا من غير اب فهيرفضوا السلطان. علشان كده يا بنتي الحروب بعد الجواز كتيره. هيبقى عندك بيبي واتنين وتحس انك محرومه عاطفيا ومحرومه جسديا ومحرومه نفسيا. اتجوزتي يبقى في احتياجات، لو هو ما بيسددش الاحتياجات دي هنعمل ايه؟ هتبقى مشكله كبيره وهو عنده احتياجات. لا الدنيا كبيره قوي قوي قوي. وبالخبره كده لو تصدقيني انا كابونا بعاني من المشاكل بتاعه انفصال الاب اللي في دوله عربيه او دوله اوروبيه او في اي حته عشان يبعت الفلوس لاولاده. ازاي؟ لا 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 مش موافق خالص 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 يا بنتي. دي مش هتبقى جوازه، وولادك هيتيتموا من اول يوم ابوهم سافر عنهم. هكتفي بالاسئله عشان وقتنا، وبعدين ناخد حاجه تسبيحه كده ونشوف كلمه النهارده بنعمه ربنا. الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يمكن ما لحقتش اجهز لكم سلسله نتكلم فيها او موضوع روحي متصل، بس النهارده الصبح وانا في البيت كنت بقرا القطمارس يعني بتاعت قرايات القداس، فلفت نظري في الايه الاولى. هو القداس النهارده الانجيل كان لمعلمنا لوقا، فبيتكلم على الكتبه والفريسيين، والآية دي بيقول وإذ كانوا ينظرون رضيا. فالكلمة دي وقفت عندها. يعني إيه الإنسان ينظر نظرا رضيا؟ والحقيقة كنت بفكر فيها مع نفسي الحالي يعني، وبعدين لقيت ربنا كده بعد كام فكرة، فقلت يبقى هو ده الموضوع اللي نتكلم فيه النهارده. النهارده عايز اكلمكم على انواع من النظرات الرضيه. ولما نتكلم عن النظره الرضيه يقولوا كده الاباء ان العين عدسه القلب. يعني لما عينك تكون رضيه ده معناه ان قلبك البعيد رضي. لان لو عينك بسيطه قلبك هيبقى ناير، ولو عينك مظلمة قلبك هيبقى ضلمة. فعينك دي بتحدد كتير قوي، ونظرتك للأمور بتحدد حاجات كتير قوي. يا ترى أنا يا رب نظرتي نظرة بسيطة ولا نظرة رضية؟ ده اللي هنتعلمه النهاردة مع بعض من خلال إن أنا هتكلم معاكم عن 4 أنواع من النظرات الرضية. أول نظرة رضية هي نظرة الشهوة، وأعتقد
ان الانسان بصورة او باخرى ما تحاربش بالشهوة في حياته. حتى لو انت في اولى ابتدائي كانت الشهوة بتاعتك انك تقتني استيكة او براية لونها موف مفيش زيها في الفصل، فتحركت جواك شهوة. سرقت ما سرقتش دي قصة تانية، لكن انا عايز اقول لكم ان ما حدش فينا بامانة ما تحاربش بالشهوة، محدش فينا خالص. تعالوا نشوف كده الشهوة عملت ايه. الشهوة دي لو اتملكت الانسان والانسان استسلم لها، مش عارف اقول لكم تعمل فيه توديه فين يعني. يكفي ان اقول لكم ان ادم وحواء لما تحاربوا بالشهوة للشجرة ايه اللي حصل؟ فقدوا ميزة وجودهم في حضن الله طول النهار، اتطردوا من قدام ربنا بسبب شهوة، بسبب ثمرة متعلقة في الشجرة، فضلوا باصين ليها ما قدروش يمسكوا عينهم عليها. عيسو وعد بالبكورية، سيبوكم الاحتيال بتاع يعقوب، لكن عيسو بسبب انه جعان وشم العدس، يا ريته شم لحمه مشويه حتى كان يعني معها، ده هو طبق عدس بس. يظهر كان يعقوب شاطر، يعقوب كان بيتوتي كده مع امه يعني في الطبيخ شاطر يعني، فاذا كان محيقه محوجه. وبعد عنكم انتوا عارفين اهل العالم يقول لك الجوع مش هقولها، انتوا خدي بالكم. المهم فهو رجع لقى العدس ده، التاني ناصح ولئيم، ما بقولش ان يعقوب ابو الاباء كان في الحته دي معاه حق، فتاجر بجوع اخوه. قال له ايه رايك تاكل عدس وتديني تنازل؟ قال له اديك تنازل، ايه البكوريه دي؟ بعد كده بكى عليها بدل الدموع دم وما رجعتش، لان في حاجات لما بتضيع ما بترجعش. شوفوا الشهوه عملت ايه. واحد تاني بقى هو قال عن نفسه كده: ما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما، اي حاجه تقع عليها عيني اجيبها. كانت النتيجه ايه بسبب شهوته؟ عاشر اكتر من 1000 ست، حاجه بايخه قوي. 1000 ست ما بين جواز وما بين قله جواز او عدم جواز. ليه كده يا سليمان؟ ليه كده؟ عارفين الستات دي عشان يجاملها ابتدى يعمل ايه؟ يحط بخور ويسجد للآلهة اللي الستات دي بتعبدها. يعني سليمان اللي شاف ربنا مرتين، مرة تراءى له في الهيكل ومرة قبليها مع بداية حكمه لما قال له عاوز ايه؟ قال له انا عاوز الحكمة، قال له هديك الحكمة وهديك اللي انت ما طلبتوش. وتاني مرة تراءى له في تدشين الهيكل، كلم ربنا، سمع صوت ربنا زي ما آدم كان سمع صوت ربنا، بس الشهوة سدت ودني عن صوت ربنا وسدت عيني عن رؤية ربنا، فما بقتش شايف الا اللي بتشتهيه عينيا. وعشان اللي بيشتهيه عينيا ملموس وربنا مش شايفه لأن غير ملموس، وقعت في الخطية ودنست نفسي. شوفوا الشهوة عملت ايه في داود النبي اللي بيكتب المزامير. اكتر من نص المزامير المكتوبة كاتبها داود النبي في 150 اللي احنا بنصليها باكر والتالتة والستة. تصوروا كتب المزامير واحنا بنقول احفظ المزامير. تتصوروا المزامير اللي كتبها داود ما حفظتهوش. عارفين ليه؟ عشان الشهوة. بص على واحدة وتحرك الشيطان، وكان بطل يصلي المزامير اللي كانت حافظاه وبطل يكتبها، بقى ياكل ويشرب خمر وعنده مائدة. العزومة النهاردة هنعزم فيها مين؟ والجهاد الروحي شغال مع جلياط وهو قاعد مستريح. الشهوة عملت فيه ايه؟ عملت حاجتين وانتوا كلكم عارفين: زنى وقتل. الشهوة تعمل كده.
عشان كده يا حبيبي اوعى تأمن لنفسك، واوعى تقول انا انسان كويس واخد بالي من نفسي. لا 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 لا، في وقت من الاوقات داود كان فاكر نفسه واخد باله من نفسه. سليمان لما اتكلم مع ربنا، لو كنا قلنا له ان هيجي عليك يوم تتجوز 1000 ست ما كانش صدقنا، وقال انتوا حاقدين عليا وبتقولوا عني اي كلام. علشان كده اول نظرة رضية هي نظرة الشهوة. يهوذا وشهوة المال، كل شوية يعد اللي في الصندوق، يعد اللي في الصندوق والشهوة تزيد، يعد اللي في الصندوق والشهوة تزيد. يسلم المسيح. انت شفت فيه شر ايه عشان تبيعه ب30 فضة؟ لا، انا ما شفت الشر في المسيح، لان انا بعد كده قلت اسلمت دما بريئا، بس انا شفت الفلوس وحبها امتلكني، فما قدرتش اقاوم 30 فضة. شهوة. مفيش حد فينا فوق حروب الشهوة، ومحدش فينا أقوى من غرايزه. علشان كده على كل نظرة رضية هديكوا تدريب. احنا قلنا النظرة الرضية الأولى هي نظرة الإيه؟ طب التدريب بتاعها إيه؟ اهرب بعد النظرة الأولى. أنت ماشي في الشارع ولقيت بنت من بعيد كده واخده بالها من لبسها واخده بالها من شكلها، حاجه كده هتسرق عينك، بس انت شفتها من بعيد. بص في التراب اللي انت اتخلقت منه، او بص للسماء اللي انت مسافر لها. ما تبصلهاش البصه التانيه. البصه التانيه دي هتفصصها. البصه التانيه دي هتنقلك من واحد ماشي في الشارع بيبص يمين وشمال لواحد مركز، وبيركز على ايه؟ شكل وجسد. اهرب، اهرب من البصة دي، اهرب. على فكرة يا جماعة احفظوا التعبير ده، كثرة التطلع تفقدك قوة الإرادة. كثرة التطلع تفقدك ايه؟ قوة الايه؟ الإرادة. يعني أنا لو بصيت بصة واحدة وعملت كده اهو، لا أنت لسه تقدر تهرب. طب بصيت كده. ده مرة واحد حكى لي حكاية، بيقول لي أنا شفت مرة واحدة لابسة لبس مش لائق، يظهر في حاجات من مهرجانات، حاجات اللي هي بتاعت الاحتفالات بتاعت مهرجانات السينما دي اللي هي. فبيقول شفت ممثلة كده لبسها مش لائق. فبيقول النظرة الأولى كانت نظرة امتعاض واستخفاف، إزاي الناس دي بالانحدار ده بالشكل ده. دي النظرة الأولى. طب اقفل الموبايل، طب اقلبه، طب اطلع بره المهرجان لو سمحت، شوف لك حل، كمل. ابتدى ياخد باله بقى من جسدها. يعني حتى نظرة الإدانة اتحولت لإيه؟ لشهوة. عشان كده اهرب من النظرة الأولى، لأنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. أرجوك، أنت مش قد نفسك، أنت مش أحسن من داود ولا أحسن من شمشون. فأول نظرة رضية كلنا بنتحارب بيها هي نظرة الإيه؟ وأنا قلت لك إن كثرة التطلع تفقد الإنسان الإيه؟ وحكيتها لكم قبل كده في الصوم. لما أنت تكون مثلا صايم يوم جمعة في طقس سنوي مش طقس صيامي، وفطرت فول برتقاني كده الصبح، وبعدين بقى بني غامق ومفيش غيره بالليل ولقيته اسود. عارفين الفول بيتأكسد يعني، صح؟ انت موافقاني؟ انت بتقوليها بحراره يعني، ما يعني اوكي، شايله من الفول قوي. فانت فتحت التلاجة وخلاص بقى، ولقيت زبديه وجنبها حته جبنه بيضه كده وطماطم وقوطه مسنوده على مربع الجبنه كده، يعني الطماطميه عامله كده زي كده على الجبنه. وبصيت للفول لقيته اسود، ولقيت بعد عنك اول ما قلت فول تالت الحموضه طلعت. لو انت فضلت فاتح التلاجة وما قفلتهاش بعد 5 دقايق انا بوعدك هتاكل جبنه. تقول ربنا رب قلوب، لا يا راجل. وبعدين الساعه خلاص احنا بقينا الليل، يعني احنا طقسيا دخلنا في السبت. الله، طب ما انت امبارح بالليل
ليه ما دخلتش طقسيا في الجمعة؟ ما انت هتجيلي كده هجيلك كده. يعني يا تجيبهم 3 يبتدوا من بالليل، يا تجيبهم 3 يبتدوا من الصبح، لكن هم 3 صيامي. سيبوكم من الضحك، انتوا عارفين وانا عارف ان مفيش انسان فينا ما بيتحاربش. علشان كده حافظ على عينك طهرة وعفيفة يا حبيبي واهرب. يبقى اول نظرة رضية هي نظرة الايه؟ الشهوة. تعالوا نشوف نظرة تانية. تاني نظرة رضية هي نظرة تانية اسمها نظرة الغيرة، ودي النظرة الرضية اللي اتكلم عنها لوقا النهاردة من الكتبة والفريسين للمسيح. نظرة غيرة، نظرة غيرة، نظرة غيرة. اديكم مثل بناتي، يعني قاعدين يقول لك انت اموره اموره، انت اموره، انت احلى واحده فينا، انت واخده كده حته صيني على حته مغربي على حته تشيكوسلوفاكي، فانت اموره قوي قوي، انت بقى مبسوطه خالص. ماما بيقولوا لي احلى واحده في البنات، احلى واحده في البنات، لغايه لما يقول لك لغايه لما جت مارينا. مارينا بقى لا، حاجه تانية خالص. مبسوطه بمارينا هي، صح؟ دي تمنى اختفاء مارينا من الكوكب. ليه؟ في غيرة جوايا، في غيرة جوايا. علشان كده نظرة رضية هي نظرة الغيرة دي. أول خطية قتل عرفها التاريخ في الكتاب المقدس كان أساسها غيرة. إزاي تتقبل ذبيحة أخويا هابيل وأنا قايين الخطية بتاعتي، آسف، الذبيحة بتاعتي ما تتقبلش؟ طيب يا حبيبي اجتهد، اذبح ذبيحه وانا هقبلها منك، بس اقدمها عن حب وتوبه هقبلها. قالوا لا 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 لا، اذبح تاني ليه؟ اذبح اخويا. ما هو اصل بص، انا لو ده، ما هو انا مش عارف له بقى، ما هو كل مره هيبقى في مقارنه، فكل مره تختار اخويا. لا تتخيلوا شباب كارهين اهاليهم لان صدقوا كذب حطها الشيطان ان ماما بتميز اخوك عنك، او حتى لو ماما بتميزه حته بدون تمييز منها. دخلتك الغيره. أنا دايما يا أبونا نمرة 3 في أخواتي، تعبان. غيرة، غيرة. لما كنت زمان بروح الأقصر وأسوان وأتفرج على الآثار، أنا مش فاكر إمتى، يمكن من 40 سنة ولا إيه، يعني زمان، كان في مسلات، عارفين المسلة مرمية على الأرض ومتكسرة. فالراجل المرشد كان يقول لك إيه؟ عارفين ايه المسلات المكسره دي؟ عارفين المسله اللي بتبقى عامله زي الابره كده، زي البرج كده، من حجر الجرانيت، ويكتب عليها انجازات الملك من 4 جهات. فقالوا انت عارفين المسلات اللي مرميه على الارض دي ايه سببها او اصلها ايه؟ لا مش عارفين. يقول لك كل فرعون بيجي يحس بالغيره من الفرعون اللي قبله، فاول حاجه يعملها لما يكون جيش يتخلص من قوات الجيش بتوع الملك اللي قبله. أول ما يضمن الحكم يكسر ويشوه كل المسلات اللي بتتكلم على العصر الأخضر بتاع الملك اللي قبله، ويبتدي يكتب المسلة بتاعته عشان أنا بس واللي قبلية كلهم ننفذ التاريخ بتاعهم. البشرية كلها بتعمل كده. أنا عايز أكون أحسن واحد، حتى لو أدى الأمر إن أنا أمحو ذكرك خالص. على فكرة يا جماعة، نظرة الغيرة دي ممكن تحارب الخدام في الخدمة الواحدة، خادمتين في فصل واحد، بس العيال بتيجي تتشعبط في رقبة واحدة وما بيعبروش التانية، تتعب. كاهن عنده موهوب ويعرف يوعظ وبيعمل مؤتمرات، وكاهن تاني على قده يغير، وممكن كاهن اللي بيعمل مؤتمرات يغير من كاهن تاني قداسه حلو، والناس تقول له احنا بنصلي وراك انت في السماء يا ابونا. عايز اقول لكم حتى على مستوى الامهات الراهبات، الاخوات المكرسات، الغيره دي حرب اي حد ممكن يقع فيها، زي ما الشهوه اي حد يقع فيها. طول ما فينا ذات واريد ان اكون الافضل، حرب الغيره دي هتكون موجوده جواك. الغيره مره، والغيران ما بينامش طول الليل.
لمجرد انك انت بس قابلتي اللي انت بتغيري منها وكانت لابسه تاير، معرفش بيلبسوا ايه في الفرح يعني وات ايفر يعني، وكل الناس قالت الا تاير فلانه، تبقى عاوزه تولع في هدومها، مش قادره تنام طول الليل. حاجات بسيطه تكشفنا ان احنا كلنا عندنا غيره. ده انا اوقات كنت اعاني زمان لما كنت كاهن جديد من بنات ثانوي، واحده تخش عامله لي كده في الاعتراف، اقول لها اعترفي، تقول لي اعترفي، عامله لي كده، اقول لها في ايه؟ تقول لي تقدر تقول لي ليه اللي قبليه بتاخد تلت ساعه وكل مره انا ما بزيدش عن 5 دقايق معاك؟ في ايه يا بنتي؟ هي محتاجه تلت ساعه عشان عندها مشكله، ابوها بيضربها، امها بتضربها، في مشاكل نفسيه في سن ثانوي كتير قوي. انت باسم الصليب ظروفك، ما بقولهاش طبعا مشاكل اللي صاحبتها، اقول لها كل واحد ليه ظروف وكل واحد ليه اعتراف. طب انا هقول لك حاجه، هخلص اعترافي في 5 دقايق واقعد 5 تانيين عشان ما يقولوش ان هي بتاخد اكتر مني. طب انا ادفع الثمن ليه؟ يعني انا ادفع الثمن ليه؟ انا عايز اقول ان حاجات بسيطه وصغيره بس بتفرق قوي، تفرق قوي. قال ايه؟ بيعدوا البعض بالدقيقه. قال يعني اللي بتقعد عندي اكتر دي اقرب الى قلبي. كلهم بنات ربنا وكلهم خطايا وانا اولهم، كلنا بنعالج في بعض. لكن شوفوا الفكره ازاي. حد تاني يسال، لا في حاجه بقى يعني لا لازم نفوق، دي حرب مرة قوي 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 قوي، حرب الغير. طيب التدريب بتاعها ايه؟ احنا فاكرين التدريب بتاع الشهوة اهرب وما تبصش، مش كده؟ التدريب بتاع نظرة الغيرة ايه؟ اوعى تبص في طبق اخوك، ده تعبير لكلمة اسمها اوعى تقارن. يعني ايه في طبق اخوك؟ ليه انا استخدمت التعبير ده؟ دي حاجة بين الاخوات، كل واحد باصص لطبق اخوه. لما مش من الخضار والرز، الخضار والرز ده كتير، اول ما نيجي نقسم الفراخ او حتة اللحمه، وخاصه عند الذكور في سن معين، كل واحد باصص بقى امه هتدي اخوه قد ايه، وبعدين اديته حتتين لحمه وهي الحتتين برضو، بس الحته بتاعته 3/4 ده ماما. المشكله مش في دي، تقول له دول كانت اخر حته، يقول له اشمعنى هو؟ كلمه اشمعنى دي اللي انا بدور عليها. فاحنا كل واحد فينا بيبص في طبق اخوه. احنا هنا في الكنيسه لو كل كاهن بص في خدمه اخوه هنتخانق ليل ونهار ونغير من بعض، بس كل واحد باصص في طبق خدمته. هو يعني امين؟ ما احنا لسه ما حدش فينا امين. هبص في طبق اخويا وانا اساسا ما خلصتش طبقي وعدل على اخويا، بس كل الناس مضحوك عليها. عشان كده كلنا بنبص على لبس بعض، وبنبص على ممتلكات بعض، وبنبص على شغل بعض، وبنبص على مرتبات بعض، فالغيرة بتخشني وتقتلني. بص في طبقك اللي مديهولك ربنا، مديهولك وحاسبها كويس، عارف ان لو ادالك اكتر من كده ممكن تبوظ. انا مرة واحد بيقول لي ايه، مراتي دي مش فاهمة حكمة ربنا في حياتي. انا ربنا خلاني طول عمري على الشعرة، يعني يوم 29 ده اخر مليم في البيت، يوم 30 اقبض المرتب الجديد، وفضلنا ماشيين كده. تيجي وبناتي تتجوز يعملوا حاجه اسمها استقطاع معاش، يعملوا حاجه اسمها تصليح وظيفي، يعملوا حاجه مش عارف اصلاح ايه كان متحوش لايش ايه. تتجوز البيت، بعد ما تتجوز البيت نرجع تاني 0 1 زائد 1 يساوي 0، يعني المعدل عندنا كده ماشي على طول كده. خبزنا كابتن بيقول لي مراتي مش فاهمه، عارف انا لو القرش جري في ايديا اول حاجه اعملها كنت اجيب ازازه خمره، فربنا عشان عارف عيبي مديني على قدي. فأوقات كتيرة قوي انت بتغير ان فلوسه اكتر من فلوسك، بس انت ما تعرفش مشاكله وحملها. يمكن لو شفت مشاكله تقول لا ده انا اكل لقمه بملح كل يوم وما شيلش مشاكله. بس بنبص لبعض من بره. اوعى تبص يا ابني، اشكر ربنا على اللي عندك يا بنتي، واشكر ربنا على اللي عندك يا حبيبي، وما تبصوش في طباق بعض. ربنا حاسبها كويس قوي، عارف وانت في سن نمو هيديلك حتتين لحمه، وعارف لما انت كنت طفل هيديلك حته واحده. اشمعنى؟ عشان عارف لو اكلت حته وزي لحمه تعدي، حتتين يجيلك امساك وانت طفل،
فانت تاخد حته واحده ولما تكبر وتبني عضل هنيجي في حتتين، مش كده؟ انا عارف انا بعمل ايه، بس احنا شاغلين نفسنا قوي ونتهم ربنا بالظلم عشان احنا جوانا بنبص على طبق اللي جواه اللي جنبنا، ما ببصش على طبقي انا. يا نهار ابيض الوقت سرقنا. احنا قلنا كم عين دلوقتي او كم نظره راضيه؟ النظره الراضيه نظره الشهوه، الثانيه الثالثه هقولها. ثالث نظره بعد عنكم اسمها نظره الشماتة، عارفينها دي؟ ما اعرفش، مش عارف اجيبها شويه، اللي هو يعني انت اترفدت من الشغل، بعد عنكم الحقد كله، السواد. ده الآية بتقول لك لا تفرح بسقوط عدوك، بيقول لك ولا تشمت في موت أحد لأننا جميعا نموت. يعني في واحد يشمت في موت عدو يقول لك مات، شفت مات، يعني أنت اللي عايش، ده أنت ممكن قبل ال40 بتاعه نكون بنصلي عليك. فبيقول لك لا تشمت في موت عدوك لأننا جميعا نموت، بس إحنا بنشمت. والشماتة دي صعبة قوي قوي. ليه؟ عارفين معناها ايه؟ بفرح في نكبتك، يعني انت ايه؟ محروقة عشان ابنك فرقت بينه وبين كلية الطب، او اختك او whatever على حسب سنكم. يعني على فكرة تبقى على 1 من 100، 1 من 1000 مثلا، دي اخر كلية طب تحت خالص، مفيش بعد كده، يعني مش هيخش طب، وكان مموت نفسه على طب، وانت بتعيطي وانا من جوايا بتشفى. يكفي حرقة قلبها. شوفوا القسوة اللي انا فيها شكلها ايه، علشان مش ناسيالها موقف. والحاجة الغريبة بدخل ربنا في الموضوع عشان ما بينش ان انا شرير. شفتوا ربنا عمل فيها ايه؟ ده ايه الشر ده؟ في كده، في كده. ده بيقول لك اوعى تفرح في سقوط عدوك. عدوك لو وقع الله يلزمك انك تقيمه وانت تقول فرحان فيه، ان شاء الله كسر مضاعف. انا مش عاوزه شرخ يا رب، مضاعف. عارف ان هو مضاعف ابو شريحه ومسامير ده يا رب، ما تعديش كده. يعني مش جبس شهرين، لا جبس 6 اشهر وعلاج طبيعي 6 اشهر، ونشوف بقى اذا كان هيقوم له قومه ولا لا. اهي نظرة الشماتة دي تبين احنا قلبنا وصل لأي مستوى من القساوة والسواد، وبنعملها وبنقع فيها. وواحدة تتصل شفتي صاحبتك ربنا جاب لي حقي، اصل ربنا ما ينساش جرح مظلوم. ده ملاكك الحارس لو عنده اسنان كان افترسك، يعني كان نسي انه ملاك وقلب علشان انت بتغلبي المواضيع. شفتي ربنا جاب لي حقي. انت بتشمتي في اختك اللي مولوده من نفس المعموديه، او حتى اختك في الانسانيه. ده لا انسانيه ان احنا نشمت في اي حد مهما اذان، بس فينا وخاصه لو انا اتظلمت. يعني راجل مثلا كان بيضرب مراته زي السؤال اللي جالنا، وكان ملودة في المحاكم، وبعدين يعني اتمسك في قضية واتحكم عليه بسجن 3 سنين. صدقوني مش شربات هنفرقه ولا حاجة ساعة. هعمل عزومة ندر الماري جرجس. سيبك من ماري جرجس، انت مش بتاعت ماري جرجس. يعني المشكلة دايما ان احنا بنلبس الخطية طوب البر وننسبها. يا ربنا جاب لنا حقنا يا ماري جرجس. لا ماري جرجس لا، ده انا لازم اوفي الندر. ندر ايه؟ ما ينفعش تفرح في سقوط عدوك يا مسيحي. قول ربنا يسامحه ويسامحني. ودي الحل بتاع نظرة الشماتة. ربنا يستر علينا كلنا. فلما تجيلك نظرة شماتة ارشم الصليب وقول ربنا يستر عليا وعليه، ما نشمتش في حد ابدا، لان دي خطية شر، خطية قلب اسود مهما عمل فينا. ربنا يسامحه. عشان وقتنا، اخر نظرة رضية نتكلم عنها النهاردة اسمها نظرة الاستعلاء. عارفين يعني نظرة الاستعلاء؟
يعني ايه نظرة الاستعلاء؟ يعني ايه؟ فاكرين جولياط مع داود؟ جايبين لي واد سفروته ده انا جولياط يعني ده انا لو جولياط ميت على الروح من الضحك. يعني جم يلبسوه عده الحرب والحديد اللي ده، الواد ما عرفش يتحرك جواه. ده ما تشوفوا لي راجل، جايبين لي عيل. بس احنا هنقول لك بقى يا اللي انت شايف نفسك فوق، العيل ده بربنا وزلطه هيعمل فيك ايه؟ ده اول زلطه يعني الاحتمالات صعبه قوي. يعني اول زلطه تجيبه. في مره من المرات كان في شعب اسمه عاي، دي قريه صغيره قوي قوي قوي، وكان الشعب طالع من اريحه منتصر. فقالوا له ايه؟ فيشوع بعت جواسيس، فقالوا له حيلك حيلك حيلك، دول شويه قليلين، طلع 2000 راجل 3000 راجل يكنسوا، دي قريه قد كده، ده 3000 راجل بعصيان نخلص عليهم، ريح الناس ريح. طبعا هو كان في خطيه تانية سبب نكستهم، بس انا مش بكلم على خطيه عشان انا بكلم على خطيه الاستعلاء. استهتروا بمين؟ بقريه عاي، وشافوها ايه؟ ناس ضعيفه قوي. تصور اسرائيل اللي حطم مدينه عظيمه اسمها اريحه، جريوا من قدام عاي، وطلعوا شويه رجاله وستات جروا الرجاله 3000. 3000 ده مش عدد قليل يا جماعه، بيجروا ويموت منهم كمان. عشان انت شايف نفسك. مفيش أسوأ من نظرة الاستعلاء تزعج ربنا. الخطية الزانية اللي أمسكت في زمن كانت نظرتها نظرة رجاء ونظرة توسل. المسيح يقول لها وأنا أيضا لا أدينك. شوفوا سمعان الفريسي نظرة الاستعلاء. تخش المرأة الخاطية عند بيته وهو بمنتهى الاستعلاء يقول لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها. واحدة زانية تخش بيتي؟ واحدة زانية تخش بيتي؟ المسيح وبخه، قال له عارف الزانية دي غسلت بدموعها رجليا وما لقيتش فوطة، بشعرها مسحت رجليا، وانت ما جبتش مية ونظيفك تستقبلني بيها. دي احسن منك يا سمعان، لانها حبت اكتر منك. انت مقدم عزومة من غير قلب بيحب، وهي قدمت دموع من قلب بيحب. اللي انت شايفها احسن منها عشان هي زانية وانت طاهر ومش زاني، افضل منك انت. ادي نتيجة نظرة الاستعلاء. المثل اللي كلكم عارفين، الفريسي والعشار انا دارس اكليريكية، بدرس في 4 معاهد لاهوتية، معروف في المدارس كل الناس، بوعظ وعلم طقوس والى اخره، ودارس 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 والى اخره. وبعدين لقيت واحد بعد عنكم كده بيقول لي ولا مؤاخذة يا أستاذ؟ قال له نعم. قال لي زوكساباتري دي اللي انتوا بتقولوها معناها ايه؟ انت مش عارف زوكساباتري؟ لا، وفي كلمة تانية صعبة اسمها أجيوس. أجيوس؟ انت جاي ليه؟ انت جاي تحضر معانا القداس؟ انا مش قادر اجاوب عليه، ده هبتدي له منين ده؟ الحقوق ده مش عارف أجيوس، ده مش عارف زوكساباتر. والراجل يعيط يقول له هو انا دخلت بيتك غلط ولا ايه؟ انا اغلب من الغلب يا رب، اغلب من الغلب. لا عارف اليوناني اللي انتوا قلتوا بيه اللحن النهارده ده، احنا قلنا النهارده اللحن ب3 لغات، عربي وقبطي ويوناني. انا لا فاهم ولا حاجه، يمكن عارف العربي لكن ما اعرفش القبطي واليوناني. يقول تعالى خش، ده انت احسن من المعلم اللي حافظ ال3 نغمات وال3 الحان بال3 لغات وفي قلبه ما فيهوش مخافتي. تعالى يا ابني خش. الا نظره الاستعلاء. ما حدش فينا افضل من اي حد، واللي يعتقد للحظة انه افضل من اخوه، لو ايد ستر ربنا عرتنا ما هنطيق نخش بيتنا ولا كنيسته ولا حد نسلم عليه في الشارع. انت شايف نفسك افضل مني او افضل من اخوك، ماذا يحدث؟ هو عمل دقة انت شايف من وجهة نظرك بتحكي له كده مع اصحابك، عمل حتة دقة نقص. الراجل راجل برضه والعيل عيل وبيشاور عليه في غيابه.
فربنا قرر ان اسوأ خطية عملتها في حياتك يكشفها قدام اصحابك. تقدر؟ اسوأ خطية، فكر للحظة ايه اسوأ خطية عملتها. محدش فينا يقدر، فكلنا بنستخبى ورا ستر المسيح. انت تكون شايف نفسك افضل من اخوك. لو ربنا كشف خطايانا يا ولاد، نقول للأكام والجبال اسقطي علينا. فمش عشان ربنا ساتر عليا أشوف نفسي أفضل منك. ودي رابع نظرة ردية، وهي نظرة الاستعلاء. افتكر كويس قوي أن لا يوجد إنسان يتزكى في الكنيسة بمنصبه أو لقبه، بل بعمله وتوبته أمام الله ومراحمه. طولت عليكم. اتكلمنا على كام نظرة رضية؟ الأولانية نظرة الشهوة، والتانية الغيرة، والتالتة الشماتة، والرابعة الاستعلاء. ربنا يرحمنا. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد آمين. يا أبانا الذي في السماوات